مرحبا بكم في قناتنا هيستوريا، حيث نغوص معا في أسرار وغموض العوالم المختلفة، ونستكشف تلك الزوايا الخفية التي نادرا ما يتحدث عنها أحد بصراحة وعمق حقيقيين. في حلقه اليوم سنخوض رحلة استثنائية في عالم الجاذبية الجنسية والانجذاب العاطفي، ونحاول الأجابة عن سؤال يشغل عقول الرجال في كل مكان وفي كل عصر. هذا السؤال الذي يبدو بسيطا في ظاهره، لكنه في حقيقته من أكثر الأسئلة تعقيدا وعمقا على الإطلاق. كيف يمكن للرجل أن يعرف ما إذا كانت المرأة تجده جذابا من الناحية الجنسية والعاطفية؟ كيف يستطيع أن يقرأ تلك الإشارات الدقيقة التي تبثها المرأة في محيطها دون أن تنطق بكلمه واحده؟ وكيف يميز بين الاهتمام الحقيقي العميق والتعامل الاجتماعي العادي الذي لا يحمل أي دلالة خاصة؟ النساء يا أصدقائي كائنات رائعة ومعقدة في نفس الوقت. هن يعبرن عن مشاعرهن ورغباتهن من خلال طبقات متعددة من التواصل غير اللفظي، من خلال لغة الجسد والنظرات والابتسامات وطريقه الحديث وحتى الصمت المقصود. هذه الإشارات قائمه دائما حولنا، لكن كثيرا من الرجال يمرون بها دون أن يلتقطوها لأنهم لم يتعلموا كيف يقرؤونها بالطريقة الصحيحة. وهذا بالضبط ما سنفعله معا اليوم. سنفكك هذه الشفره معا. سنضع تحت المجهر كل إشارة وكل سلوك وكل تصرف قد يصدر عن المرأة حين تشعر بالانجذاب نحو رجل ما، وسنشرحها بعمق وتفصيل حقيقي حتى تخرج من هذا الفيديو وأن تملك فهما جديدا كليا لطريقه تفكير المرأة وطريقه تعبيرها عن مشاعرها. وقبل أن نبدأ أريدك أن تعرف شيئا مهما. ما سنتحدث عنه اليوم ليس مجرد قائمه سطحي من التصرفات. ما سنتناوله هو فهم عميق لعلم النفس الأنثوي وللأسس البيولوجية والتطورية التي تحكم سلوك المرأة حين تنجذب نحو رجل معين. هذا الفهم سيغير نظرتك إلى التفاعلات الإنسانية تغييرا جوهريا، وسيجعلك أكثر ذكاء عاطفيا واجتماعيا في تعاملاتك اليومية مع النساء. مرحبا بكم في قناتنا هيستوريا، المكان الذي يأخذكم في رحله لاكتشاف العقول والقلوب والأسرار التي تخفيها الطبيعة البشرية. إذا كنتم هنا لأول مرة فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. وإذا كنتم من المتابعين القدامى فنحن نرحب بكم كالعادة ونشكركم على ثقتكم ودعمكم المستمر. والآن دعونا نبدأ هذه الرحلة الاستثنائية في عالم الجاذبية الإنسانية. أول شيء يجب أن نفهمه قبل الدخول في التفاصيل هو طبيعة التواصل الأنثوي بشكل عام. المرأة بطبيعتها تتواصل بشكل مختلف عن الرجل. بينما الرجل يميل إلى التعبير المباشر والصريح عن رغباته واحتياجاته في الغالب، فإن المرأة تفضل التلميح والآره والتواصل غير المباشر. هذا ليس ضعفا أو غموضا متعمدا، بل هو نتيجة تراكمات اجتماعية وتطورية عميقة جعلت المرأة تعبر عن مشاعرها بطريقه أكثر دقة وأكثر حذرا. المرأة حين تشعر بالانجذاب نحو رجل ما تجد نفسها في موقف حساس، فهي من جهة تريد أن تعبر عن اهتمامها وتريد أن يلاحظها هذا الرجل، ومن جهة أخرى تخشى الرفض وتريد أن تحافظ على كرامتها وعلى صورتها أمام الآخرين. لذلك تلجأ إلى لغة الإشارات والرموز التي تقول من خلالها أنا مهتمة بك دون أن تقول ذلك بشكل مباشر وصريح. هذه اللغة الخفية تتطلب منك كرجل أن تكون يقظا ومنتبها وأن تملك مهارة القراءة الصحيحة. والآن دعونا ندخل في قلب الموضوع ونبدأ باستعراض العلامات والإشارات التي تدل على أن المرأة تجدك جذابا. أول هذه العلامات وأكثرها وضوحا هي علامة القرب الجسدي. حين تكون المرأة غير مهتمة أو تشعر بعدم الارتياح تجاه رجل ما فإن تحافظ على مسافة كافة بينها وبينه. هذه المسافة ليست مجرد بعد جسدي، بل هي رسالته واضحة تقول أنا لا أريد أن أكون قريبه منك أكثر مما أنا عليه الآن.
لكن حين تشعر بالراحة والانجذاب تجاه رجل ما تبدأ هذه المسافة في التقلص تدريجيا وبشكل تلقائي حتى دون أن تدرك هي ذلك في بعض الأحيان. ستلاحظ أنها تميل إلى الجلوس بجوارك حتى حين تتوفر أماكن أخرى كثيرة. ستلاحظ أنها تقترب منك أكثر فأكثر أثناء الحديث. ستلاحظ أن يدها قد تلمس يدك بشكل عابر وكانه غير مقصود. هذه الجرعات الصغيرة من القرب الجسدي هي في الواقع رسائل عاطفية ورغبات مكبوته تجد طريقها إلى الخارج من خلال هذه التصرفات اللاواعية. والسبب في ذلك علميا هو أن الانجذاب العاطفي والجنسي ينشط في المخ مناطق المكافاه والرغبة التي تدفع الإنسان تلقائيا نحو مصدر هذا الانجذاب، تماما كما يتحرك الجسم تلقائيا نحو مصدر الدفء في يوم بارد. المراه حين تجدك جذابا تجد نفسها تتحرك نحوك بشكل تلقائي دون تخطيط مسبق وأحيانا دون وعي كامل بما تفعله. ولاحظ أن هذا القرب الجسدي لا يقتصر على الجلوس. قد يظهر في شكل ميل الجسم نحوك أثناء الحديث. قد يظهر في تقليل المسافة حين تقفان في مكان ما. قد يظهر في اللمسة العابرة على الذراع حين تقول شيئا يعجبها. كل هذه تفاصيل صغيرة لكنها تحمل دلالات عميقة إذا قرأتها في سياقها الصحيح. والمهم هنا ألا تكتفي بشاره واحدها بل ابحث عن نمط متكرر. إذا لاحظت أن المرأة تقترب منك باستمرار وفي مناسبات مختلفة فهذا يعني شيئا حقيقيا. أما إذا كانت المسافة الصغيرة مجرد صدفه واحده فلا تبني عليها استنتاجات كبيرة. ثاني العلامات المهمة هي المديح المتكرر في التفاصيل الصغيرة. جميعنا نمدح الآخرين أحيانا بشكل اجتماعي عام. نقول الطقس جميل اليوم أو ما أجمل هذا المكان. لكن هناك فرق كبير بين المديح الاجتماعي العام وبين المديح الموجه الشخصي المتكرر الذي تمارسه المراه حين تكون مهتمة برجل ما. حين تكون المراه منجذبة إليك ستجدها تلاحظ تفاصيل صغيره جدا فيك. تفاصيل لا يلاحظها من لا يهتم. ستقول لك مثلا: كيف تبدو واثقا جدا من نفسك حين تتكلم. أو تلك الطريقة التي تضحك بها جميلة. أو قرارك الفلاني كان ذكيا جدا. هذه التفاصيل الصغيرة تكشف أن عيونها تراقبك عن كثب وأن عقلها يسجل كل شيء عنك. المديح المتكرر من المراه هو في حقيقته دعوه مفتوحة للحوار وتبادل الاهتمام. إنها تقول لك من خلاله: أنا أرى أشياء جميلة فيك وأرني إن كانت مهتما بي أيضا. طريقه ردك على هذا المديح تحدد إلى حد كبير مسار العلاقة. إذا تجاوبت بذكاء ولياقه وأظهرت اهتماما حقيقيا بدورك فأنت تفتح الباب لتعمق هذه العلاقة. أما إذا تجاهلت هذا المديح أو تعاملت معه بفتور فأنت تغلق هذا الباب وربما تحبط المراه وتجعلها تتراجع عن اهتمامها. الآراء الثالثة التي تكشف عن انجذاب المراه هي طبيعة نظراتها وتوزيعها أثناء الحديث. علم النفس يؤكد أن العيون هي نافذة الروح الحقيقية. والنظرة ليست مجرد فعل بيولوجي بل هي تواصل عميق يحمل رسائل كثيرة لمن يحسن قراءتها. حين تتحدث مع أمراه وتلاحظ أن نظراتها تتنقل بين عينيك وشفتيك بشكل متكرر فهذه إشارة قوية على مستوى مختلف من الاهتمام. هذا النمط من النظر الذي يسميه علماء النفس نمط المثلث يعكس انجذابا طبيعيا وتساؤلا عميقا يدور في ذهنها. بينما الشخص غير المهتم يحافظ على تواصل بصري محايد مع عينيك فقط دون أن تتنقل نظراته إلى مناطق أخرى من وجهك. ولاحظ أيضا طول مده النظر. حين تجدك المراه جذابا ستجدها تديم النظر إليك لفترات أطول من المعتاد. قد تنظر إليك من بعيد ثم تبتسم أو تحول نظرها بسرعة حين تلتقي عيناكما. هذا التصرف الشائع الذي يعبر عنه الناس بالنظر إلى المحبوب ثم الهرب من نظره هو في الواقع دليل على الانجذاب المصحوب بشيء من الخجل والتردد.
هي تريد أن تنظر إليك وفي نفس الوقت تخشى أن تكشف عن نفسها أكثر مما تريد. الآرة الرابعة هي الضحكة الحقيقية والابتسامه المتكررة. نعم، الابتسامة والضحك من أكثر العلامات شيوعاً، وفي نفس الوقت من أكثرها سوءاً للتفسير إذا لم نفهم الفارق بين أنواعها. هناك الابتسامة الاجتماعية المهذبة التي نقدمها لكل من نتعامل معه كجزء من الآداب الاجتماعية العامة. وهناك الابتسامة الحقيقية التي تنبع من داخل الشخص وتظهر تلقائياً دون أن يطلبها أحد. الفرق بين الاثنتين ليس صعب التمييز إذا عرفت ما تبحث عنه. الابتسامة الحقيقية تصل إلى العيون وتجعل أطرافها تتجعد قليلاً. أما الابتسامة الاجتماعية فغالباً ما تقتصر على الفم دون أن تؤثر على بقية الوجه. حين تكون المرأة منجذبة إليك ستجد ابتسامتها أوسع وتفاً وأكثر تلقائية حين تكون معك. ستجد أنها تضحك على نكاتك حتى تلك التي ليست بالغة الطرافة. ستجد أنها تبقى مبتسمة لفترات طويلة بعد انتهاء حديثكما. هذه الابتسامة الممتدة التي تبقى على وجهها حتى حين ينتهي سبب الضحك تكشف أن ما بداخلها يمتد أبعد من مجرد رده فعل اجتماعي عادي. والضحكة المتكررة على ما تقوله ليست مجرد تشجيع اجتماعي. إنها في الواقع رسالته تقول: أنا مرتاحه معك ومستمته بوقتي معك وارغب في الاستمرار في هذا التواصل. حين تجعل المرأة أن تضحك بجانبك فإن جسمها يفرز هرمونات السعادة كالاندورفين والدوبامين التي تربطها نفسيا ببيئه الانجذاب التي توفرها لها. وهذا بدوره يجعلها تشعر بالراحة والانجذاب أكثر فأكثر كلما قضت معك وقتا. الإشارة الخامسة هي اللعب بالشعر أو ملامسه الجسم بشكل لا واعي. ستلاحظ هذه العلامة كثيرا، لكن يجب أن تفهم معناها الحقيقي قبل أن تستنتج منها شيئا. حين تتحدث المرأة مع رجل تجده جذابا تبدأ أجهزه جسمها في الانشغال بشكل لا واعي. أيدي النساء تتحرك تلقائيا نحو شعرهن في أوقات الانجذاب. هذا التصرف يعكس رغبه لا واعيه في إظهار لنوثه والتجمل والتحسين من الشكل أمام الشخص الذي تجده جذابا. قد تلاحظ أنها تمرر أصابعها في شعرها باستمرار، أو تعيد ترتيبه دون سبب واضح، أو تدور خصله من شعرها بين أصابعها أثناء الحديث. هذه كلها تصرفات تلقائية تعبر عن حاله من التنبه الحسي والتوتر الإيجابي الذي يصيب الإنسان حين يكون في محضر شخص يجده جذابا. وليس الشعر فقط. قد تلاحظ أنها تلمس رقبتها أو إذنها أو تعدل ملابسها بشكل متكرر. كل هذه الإشارات اللاواعية هي انعكاس خارجي لحاله داخلية من الانتباه المتصاعد والاهتمام الحقيقي. الآرة السادسة والتي تعتبر من أقوى الدلالات هي التواجد المتكرر في محيطك. لاحظ أن الإنسان يقضي وقته في الأماكن التي يحبها ومع الأشخاص الذين يمتعونه. حين تبدأ أن تلاحظ أن هذه المرأة تظهر باستمرار في نفس الأماكن التي تتواجد فيها، فهذا يستحق التوقف عنده والتفكير. قد يكون ظهورها مرة واحدة صدفة حقيقية، لكن التكرار ليس صدفة. إذا كانت تظهر في نفس المقهى الذي تجلس فيه، وفي نفس الفعاليات التي تحضرها، وفي نفس الاجتماعات التي تشارك فيها، فهذا يعني على الأرجح أنها تستثمر وقتها بوعي أو دون وعي في الأماكن التي تزيد احتمال وجودها بجانبك. هذا التواجد المتكرر هو في الواقع محاولة للتقرب دون مجابهه مباشرة. أنها تضع نفسها في مساحتك الجغرافية وتنتظر أن تأخذ الخطوة التالية وتبادر بالتواصل. أنها تفتح الباب بشكل لطيف وتنتظر منك أن تخطو نحوها. الإشارة السابعة هي الفضول الحقيقي في تفاصيل حياتك. الناس عموما يسملون بعضهم أسأله اجتماعيه سطحيه: كيف حالك وكيف عملك وما أخبارك؟ لكن هناك فرق شاسع بين هذه الأسئلة المجاملة وبين الأسئلة العميقة الحقيقية التي تكشف عن فضول أصيل وحقيقي.
حين تكون المرأة مهتمة بك ستطرح أسئلة مختلفة تماما. ستسألك عن طفولتك وعن اهتماماتك الحقيقية وعن أحلامك وأهدافك. ستتذكر تفاصيل صغيرة ذكرتها في وقت سابق وترجع إليها بعد فترة. ستتابع ما تخبرها به وتطرح عليك أسئلة متعمقة تكشف أنها كانت تستمع فعلا وتعالج ما تسمعه وليس مجرد تنتظر دورها في الكلام. هذا الفضول العميق هو أحد أقوى علامات الاهتمام الحقيقي. حين يهتم الإنسان بشخص ما يريد أن يعرف كل شيء عنه. يريد أن يفهم كيف يفكر وماذا يحلم وما الذي يجعله يضحك وما الذي يؤلمه. هذا الفضول هو أول خطوات التعلق العاطفي الحقيقي. والأهم من الأسئلة نفسها هو طريقه الاستماع. المرأة المهتمة تستمع إليك باهتمام كامل. عيناها تنظران إليك. جسمها يميل نحوك. هاتفها موضوع جانبا أو تتجاهل تماما الإشعارات التي تصله. أنها تعطيك شيئا ثمينا جدا في عالمنا المعاصر وهو انتباهها الكامل وتركيزها التام. الإشارة الثامنة التي يغفل عنها كثيرون هي الاهتمام بالمظهر الخارجي والعطر والتجمل في حضرتك. المرأة حين تعلم أنها ستراك أو حين تكون في حضرتك تجد نفسها تهتم أكثر بمظهرها وتريد أن تظهر بأفضل صوره ممكنة. هذا الاهتمام المتصاعد بالشكل الخارجي هو انعكاس طبيعي لرغبتها في أن تكون جذابة بعينيك وأن تترك أثرا إيجابيا في ذاكرتك. قد تلاحظ أنها تعدل من شكلها قبل أو أثناء لقائكم. قد تلاحظ أنها تستخدم عطرا مميزا خاصا في مناسبات اللقاء بك. قد تلاحظ أنها تهتم بتفاصيل صغيره في ملابسها أو شعرها أو مكياجها أكثر مما تفعل في المناسبات العادية. كل هذا يعني أنها تريد أن تكون في أفضل حالاتها أمامك. وهذا في حد ذاته رسالة غير مباشرة تقول أن تستحق أن أبذل جهدا إضافيا من أجلك. الإشارة التاسعة هي البحث عن أعذار للتواصل معك. في عالمنا المعاصر التواصل أصبح أسهل من أي وقت مضى. الرسائل والمكالمات ووسائل التواصل الاجتماعي جعلت الوصول إلى أي شخص أمرا في غاية البساطة. ومع ذلك لا يتواصل الإنسان مع آخرين إلا إذا كان هناك سبب حقيقي أو شعور حقيقي يدفعه لذلك. حين تكون المرأة مهتمة بك ستجد أنها تبتكر أسبابا للتواصل معك. سترسل لك مقالا يتحدث عن موضوع ذكرته من قبل. ستشاركك فيديو أو صوره وجدتها تذكرك به. ستسألك عن رأيك في شيء ما. ستخبرك بأخبار تعتقد أنها ستهمك. هذه الرسائل الصغيرة المتكررة ليست مجرد تواصل اجتماعي عادي. إنها في الواقع طريقتها في قول أنت في ذهني وأنا أفكر فيك. وانتبه إلى شيء مهم هنا. المرأة المهتمة لا تترك محادثاتكم تموت بشكل طبيعي. إذا توقفت عن الرد لفتره تجدها هي من يعيد تشغيل المحادث برساله جديدة. إذا أجاب بجمل قصيرة تجدها تضيف معلومات جديدة وتطرح أسئلة تبقي الحديث حياً. هذا الجهد المستمر في الحفاظ على تدفق التواصل هو دليل واضح على أنها لا تريد أن تفقد هذا الخيط الذي يربطها بك. الآراء العاشرة والتي تكشف كثيرا هي ما تعرفه دائرتها المقربة عنك. الناس يتحدثون عن من يفكرون فيهم. هذه حقيقة بشرية بسيطه وعميقه. حين تكون المرأة مهتمة بك تجد نفسها تذكرك في أحاديثها مع صديقاتها. تحكي عنك. تسأل عنك. تشاركهن مشاعرها تجاهك. لذلك إذا لاحظت أن أصدقاء هذه المرأة يعاملونك بطريقه مختلف. إذا وجدت أنهم يعرفون عنك تفاصيل لم تخبرهم أنت بها. إذا رأيت نظرات التواطؤ بينهم حين تكون قريبا منها. إذا وجدت أن بعضهم يبتسم بطريقه خاصه حين يرونكما معا. كل هذه إشارات تقول أن اسمك يتردد في محادثاتها مع أقرب المقربين إليها.
وإذا ذهبنا أبعد من ذلك فإن بعض الصديقات قد يحاولن الحصول على معلومات عنك بشكل مباشر. قد يسألنك أسئلة تبدو عادية لكنها في الواقع تجمع معلومات ستعود إلى صديقتهن. هذا الاستطلاع الجماعي هو دليل قاطع على أن المراه المعنية تحدثت عنك بما يكفي لتجعل صديقاتها يهتممن بمعرفه المزيد. الآن دعونا نتحدث عن بعض الإشارات الأكثر دقة والأعمق دلاله. تلك التي لا يتحدث عنها كثيرون لكنها في الحقيقة من أقوى العلامات على الانجذاب الحقيقي. الإشارة 11 هي المرايا العاطفية، أو ما يسميه علماء النفس التزامن السلوكي. حين يتعلق قلب الإنسان بشخص آخر يبدأ جسمه تلقائياً في تقليد تصرفات وحركات الشخص المحبوب. هذا التقليد اللاواعي يسمى في علم النفس بالمحاكاة، وهو أحد الأنماط الأكثر موثوقيه في كشف الانجذاب الحقيقي. إذا لاحظت أن المرأة تقلد تصرفاتك دون أن تدرك. إذا أنت احتسيت قهوتك فاحتست قهوتها في نفس اللحظة. إذا أتكات على الطاولة فاتكات هي بدورها. إذا غيرت وضعي جلوسك فغيرت وضعيتها أيضا. هذا التزامن ليس مصادفه بل هو انعكاس تلقائي للاهتمام والانجذاب. الجسم يقول ما لا تستطيع اللسان أن يقوله. الإشارة 12 هي أسلوب لفظها حين تحدثكما عن المستقبل. انتبه جيدا لكيفية حديثها عن الأحداث والمناسبات القادمة. المرأة التي تجدك جذابا ستجد نفسها بشكل طبيعي تستخدم ضمير الجمع حين تتحدث عن المستقبل. ستقول أشياء مثل يمكننا أن نذهب إلى هذا المعرض، أو لو شاهدنا هذا الفيلم معا، أو المطعم الجديد هذا يبدو رائعا يمكننا أن نجربه. هذا الاستخدام للضمير الجمعي هو رسالة خفيه تقول: أنا أريدك أن تكون جزءا من خططي المستقبلية. أنا أتخيل مستقبلا نتشاركه معا ولو على الصعيد البسيط. هذه إشارة قوية جدا على انجذابها لأنها تعبر عن رغبة حقيقية في الاستمرار في هذا التواصل وتطويره. الإشارة 13 هي الاهتمام بما تهتم به. حين تجد المرأة نفسها تبحث عن موسيقى ذكرتها، حين تبدأ في متابعة فريق رياضي تحبه، حين تقرأ كتابا أوصيت به، حين تشاهد مسلسلا أثنيت عليه. هذا الاهتمام المتنامي بما تحبه ليس مصادفه ولا هو مجرد توسيع للآفاق الشخصية. أنه في الواقع رغبه في أن تجد نقاط مشتركة أكثر بينك وبينها. رغبه في أن تتقارب عوالمكما وتتشابك اهتماماتكما. الإنسان حين يريد الاقتراب من آخر يجد نفسه تلقائيا ينجذب إلى ما يحبه ذلك الآخر. أنه يريد أن يبني جسور التواصل ويخلق مزيدا من نقاط الالتقاء التي تعطيه مبررات إضافية للتواصل والبقاء قريبا. الآرة 14 هي الاهتمام بشبكتك الاجتماعية. ستلاحظ أن المرأة المهتمة بك تهتم أيضا بمن تهتم به. ستحاول أن تعجب بأصدقائك. ستسعى للاندماج في دائرتك الاجتماعية. ستحاول أن تصبح مقبوله من المقربين منك. هذا السلوك ينبع من فهم فطري لدى المرأة بأن الطريق إلى قلب الرجل يمر في الغالب عبر دائرته الاجتماعية المقربة. إذا أحبك أصدقاؤه وأعطوك تقييما إيجابيا فهذا يعزز مكانتك في نظره ويجعله يقدرك أكثر. الإشارة 15 هي الأسلوب الذي تتعامل به حين تمر بمشاعر سلبية. هذه إشارة ذكية جدا ويغفل عنها معظم الرجال. المرأة حين تجدك جذابا تريد أن تعرف كيف تتعامل مع مشاعرها السلبية. تريد أن تختبر مدى قدرتك على الاحتمال والصبر والتفهم. لذلك قد تجدها تشاركك تفاصيل من إحباطاتها أو مخاوفها أو حزنها. هذه المشاركة ليست مجرد تنفيس عاطفي. هي في جوهرها اختبار عميق. تريد أن تعرف هل ستكون إلى جانبها حين تكون في أصعب لحظاتها؟ هل ستستمع دون أن تحكم؟ هل ستعطيها المساحة التي تحتاجها دون أن تهرب أو تتضويق؟
الرجل الذي ينجح في هذا الاختبار الصامت يكسب ثقة عميقة جدا عند المراه، لأنه أثبت أنه ليس فقط ممتعا في أوقات الفرح بل أيضا موثوقا في أوقات الألم. الآن دعونا نتحدث عن الفروق الدقيقة المهمة التي تميز الانجذاب الحقيقي عن مجرد الاهتمام الاجتماعي العادي. هذه الفروق مهمة جدا لكي لا تقع في فخ التفسير الخاطئ. الانجذاب الحقيقي له صفه التكرار والاستمرارية. إشارة واحدة ليست دليلا كافيا، لكن مجموعه إشارات متعددة تتكرر عبر الزمن وعبر سياقات مختلفة. هذه هي الدليل الحقيقي. ابحث عن النمط وليس عن الحادثة الفردية. ابحث أيضا عن الاتساق. المراه حين تكون مهتمة بك تكون إشاراتها متسقة عبر الوقت. تسلكها معك يختلف باستمرار عن سلوكها مع الآخرين. هذا الاختلاف النوعي في طريقه تعاملها معك مقارنها بتعاملها مع الآخرين هو من أقوى الدلالات. وتذكر أن السياق مهم جدا. المراه قد تكون مرتاحة في سياق اجتماعي معين، لكنها أكثر خجلا أو تحفظا في سياق آخر. لا تحكم على الموقف كله من زاوية واحدة فقط، بل انظر إلى الصورة الكاملة. الآن دعونا نتحدث عن جانب مهم جدا يتعلق بطريقه التعامل الذكية مع هذه الإشارات. فمعرفه الإشارات وحدها لا تكفي. المهم هو كيف تتعامل معها. أول قاعدة في التعامل الذكي مع إشارات الانجذاب هي الهدوء وعدم الاستعجال. حين تلاحظ إشارات اهتمام من أمره لا تقفز مباشرة إلى افتراضات كبيرة، ولا تتصرف بطريقه تكشف أنك التقطت هذه الإشارات، وتنتظر منها المزيد بشكل واضح جدا. الاستعجال يفقد الرجل مكانته ويجعله يبدو محتاجا وغير واثق من نفسه. القاعدة الثانية هي البادلة التدريجية. حين تلاحظ اهتماما حقيقيا اظهر اهتماما مقابلا، لكن بشكل تدريجي وهادئ. لا تعطي كل شيء دفعه واحدة. التدرج في التعامل العاطفي يبني توقعا إيجابيا، ويجعل كل خطوة تقدم لها ثقلها ووقعها الخاص. القاعدة الثالثة هي أن تكون نفسك. الخطأ الأكبر الذي يرتكبه الرجل حين يشعر أن أمره مهتمة به هو أن يبدأ في لعب أدوار لا تمثل شخصيته الحقيقية. يبدأ في التصنع والأداء والمحاولة المبالغ فيها لإثبات أنه شخص مثالي. لكن هذا في الغالب يخلق مسافة بين ما تراه المراه وما هو حقيقي. المراه الذكية ستلاحظ هذا التصنع وستنفر منه. كن نفسك الحقيقي مع احترام الآخرين ومع الحفاظ على كرامتك وذاتك. القاعدة الرابعة هي قراءة الإشارات بموضوعيه وليس بما تتمنى. هذه ربما القاعدة الأصعب. الإنسان يميل لأن يرى ما يريد أن يراه. الرجل الذي يهتم بامراه ما قد يفسر كل تصرفاتها العادية على أنها إشارات اهتمام. وهذا يقوده إلى أخطاء محرجة. كن موضوعيا وابحث عن نمط واضح ومتسق، وليس عن أحداث فردية تقنع نفسك بتفسيرها بطريقه معينه. دعونا الآن نتحدث عن لغة الجسد بشكل أعمق وأكثر تفصيلا. لأن لغة الجسد هي أغنى وسيله للتعبير عن المشاعر الخفية، وهي في الوقت نفسه الأصعب تزويرا. من أهم ما يجب الانتباه إليه في لغة جسد المراه المهتمة هو اتجاه القدمين. هذا ربما أقل ما ينتبه إليه الناس في لغة الجسد، لكنه من أكثر الإشارات موثوقيه. القدمان تتجهان في الغالب نحو الشخص الذي يثير اهتمام صاحبهما. إذا كنت في مجموعه من الناس ولاحظت أن قدمي هذه المراه تتجهان نحوك حتى حين تكون هي تتحدث مع شخص آخر، فهذا مؤشر قوي جدا. انتبه أيضا إلى وضعيه الكتفين والجذع. الكتفان المنفتحان اللذان يواجهانك يعبران عن انفتاح عاطفي ورحابه للتواصل، بينما الكتفان المنغلقان والجسم المتجه بعيدا يعبران عن التحفظ أو عدم الراحة. المراه التي تنجذب إليك ستواجهك بجسمها كله تقريبا حين تتحدث إليها.
وانتبه أيضا إلى ظاهره التوتر الإيجابي. حين تكون المراه في حضره شخص تجده جذابا، يظهر عليها نوع خاص من التوتر الخفيف. قد تلاحظ أن كلامها يصبح أسرع قليلا. إن يديها لا تجدان راحتهما في مكان واحد. إن ضحكاتها ترتي بشكل أسهل. أن عيونها أكثر حيوية وتوقدا. هذا التوتر الإيجابي ليس توترا من الخوف، بل هو توتر من الثارة والتنبه الحسي المتصاعد. الآن دعونا نتحدث عن الجانب الرقمي والتكنولوجي. في عصرنا الحالي جزء كبير من التواصل الإنساني بات يحدث عبر الشاشات والرسائل ومنصات التواصل الاجتماعي. ولغة الجسد الرقمية لها أيضا إشاراتها الخاصة التي تكشف عن الانجذاب. المراه المهتمة ترد على رسائلك بسرعة. ليس لأنها لا تملك شيئا أفضل تفعله، بل لأنها تعطي محادثاتك أولوية في وقتها. قد تقضي ساعات في مشاغلها، لكنها ترد عليك في دقائق. هذه الأولوية الضمنية هي إشارة قوية. انتبه أيضا إلى طول الرسائل. المراه المهتمة ترسل رسائل أطول وأكثر تفصيلا. أنها تستثمر وقتا وجهدا حقيقيا في صياغه ما تريد قوله. الرسائل القصيرة جدا والمكثفة بالكلمات المحايدة كنعم ولا وحسنا تعكس في الغالب تواصلا يتم من باب المجاملة لا من باب الاهتمام الحقيقي. المراه المهتمة أيضا تضع رموز تعبيرية ومشاعر في رسائلها بشكل أكثر مما تفعل في تواصلها مع الآخرين. هذه الرموز هي طريقتها في إضافة العاطفة والدفء إلى الكلمات المكتوبة التي قد تبدو جافة دون هذه الإضافات. وعلى منصات التواصل الاجتماعي انتبه إلى نوع التفاعل. هل هي تكتفي بالضغط على زر الإعجاب بشكل عشوائي؟ أم أنها تكتب تعليقات حقيقية وتتفاعل مع محتواك بطريقه تكشف أنها تتابعه بانتباه حقيقي؟ هل هي أول من يرى قصصك على وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار؟ هل تشارك محتوى تعرف أنه سيعجبك؟ كل هذه سلوكيات صغيرة لكنها مجتمعه تقول الكثير. الآن نريد أن نتطرق إلى موضوع مهم جدا، وهو كيفية التمييز بين الانجذاب الجنسي والإعجاب الشخصي. الاثنان مختلفان، وفهم هذا الفرق يجنبك كثيرا من الأخطاء في التفسير. الإعجاب الشخصي يعني أن المرأة تجدك إنسانا لطيفا أو مثيرا للاهتمام على الصعيد الإنساني العام. أنها تستمتع بحضورك وتجد حديثك ممتعا، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها تجدك جذابا من الناحية الجنسية أو العاطفية. الانجذاب العاطفي والجنسي يضيف إلى الإعجاب الشخصي بعدا مختلفا تماما. هو إحساس بالشده العاطفية الخاصة، بالرغبة في أن تكون قريبا من هذا الشخص بطريقه مختلفة عن بقية الناس. هذا البعد يظهر في إشارات أكثر حميميه وأكثر حده. في الاهتمام بالمسافه الجسدية. في نوع خاص من التوتر. في نوع خاص من النظرات. في الرغبة في لمسه والقرب منه. الفرق إذن يكمن في الحده والحميمية. الإعجاب الشخصي يمكن أن تجده في تعاملها مع كثير من الناس. لكن الانجذاب العاطفي والجنسي له خصوصية وحميمية تجعله يبدو مختلفا وفريدا وموجها إليك أنت تحديدا. دعونا نتحدث أيضا عن الاختلافات الفردية المهمة. ليست كل امرأة تعبر عن انجذابها بنفس الطريقة. الشخصية والثقافة والتجارب الشخصية تلعب دورا كبيرا في تشكيل طريقه تعبير المرأة عن مشاعرها. المرأة الانطوائية بطبعها قد تعبر عن انجذابها بإشارات أكثر هدوءا وأقل وضوحا. قد تكون إشاراتها أقل حده لكنها موجودة وحقيقية. تحتاج منك مزيدا من الانتباه والتمعن لتلاحظها. المرأة ذات الثقة العالية بنفسها قد تكون إشاراتها أكثر وضوحا ومباشرة. قد تبادر بالحديث وتطرح أسئلة مباشرة وتعبر عن اهتمامها دون كثير من الغموض. المرأة التي مرت بتجارب عاطفية مؤلمة في الماضي قد تكون أكثر حذرا وتحفظا في التعبير عن انجذابها.
قد تظهر الإشارات ثم تتراجع عنها بسبب الخوف من الأذى مجددا. في هذه الحالة الصبر والثقة والأمان الذي توفره لها يلعبان دورا محوريا. وهناك الاختلافات الثقافية المهمة أيضا. في ثقافات معينة التعبير الصريح عن الانجذاب ليس مقبولا اجتماعيا، فتلجأ المراه إلى إشارات أكثر خفاء وتحفظا. فهم السياق الثقافي الذي نشأت فيه المراه يساعدك كثيرا في تفسير إشاراتها بشكل أصح. الآن دعونا نتحدث عن موضوع مهم جدا يتعلق بما يجب أن تفعله بعد أن تكتشف أن هناك انجذابا متبادلا. الخطأ الأكبر الذي يرتكبه كثير من الرجال بعد أن يكتشفوا انجذاب المراه إليهم هو الوقوع في فخ التسرع. فجاه يتحولون من الهدوء والطبيعية إلى محاولة إثبات كل شيء في وقت واحد. يريدون أن يقولوا لها كم هي جميلة وكم يهتمون بها وكم يريدون أن تكون العلاقة عميقة وسريعة. هذا التسرع في الغالب يخيف المراه ويجعلها تتراجع حتى لو كانت حقا مهتمة. التوقيت في التعامل العاطفي فن قائم بحد ذاته. الاقتراب التدريجي المحسوب يبني الثقة ويمنح كل طرف الوقت الكافي للتأكد من مشاعره والاطمئنان إليها. ومن أهم ما يجب أن تتعلمه في هذا السياق هو فن الاستماع الحقيقي. النساء يشكون كثيرا من أن الرجال لا يستمعون فعلا. أنهم يسمعون الكلمات لكنهم لا يلتقطون المعنى العميق. الرجل الذي يتعلم الاستماع الحقيقي يكسب قلب المراه بسرعة، لأنه يمنحها ما يندر وجوده وهو الشعور بأنها مرئيه ومسموعه ومفهومه. الاستماع الحقيقي لا يعني الصمت المطبق. يعني الانتباه الكامل والتفاعل المدروس والأسئلة التي تكشف أنك فهمت ما قالته وتريد الفهم أكثر. يعني أن تتذكر ما أخبرتك به في لقاء سابق وتعود إليه في لقاء لاحق. هذا التفاصيل الصغيرة التي تتذكرها هي التي تجعل المراه تشعر أنك فعلا تراها كإنسانة كامله وليس مجرد أمراه جميلة المظهر. الآن دعونا نتحدث عن الجانب النفسي والبيولوجي لظاهره الانجذاب. فهم هذا الجانب يساعدك على الفهم الأعمق لما يحدث فعلا حين ينجذب إنسان لآخر. الجاذبية الإنسانية ليست فعلا تطوعيا بالكامل. هي نتيجة تفاعل معقد بين العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية. على المستوى البيولوجي الانجذاب يبدأ من لحظه الأول باللقاء. الدماغ في خلال ثوان قليله يعالج كميه هائلة من المعلومات ويبني حكما أوليا. الهرمونات تلعب دورا محوريا في هذه العملية. الدوبامين يعطي إحساس النشوة والتوق. الأكسيتوسين يبني الارتباط والثقة. الأدرينالين يسبب ذلك التوتر الخفيف المميز للانجذاب. على المستوى النفسي تلعب قاعدة الارتياح والأمان دورا أساسيا. الإنسان ينجذب إلى من يشعر بالأمان والراحة في حضرته. لذلك الرجل الذي يخلق بيئة نفسية أمنه وغير تحكميه وغير قضيه يجد أن المراه تنجذب إليه بشكل أسرع وبصوره أعمق. إنها لا تحتاج أن تلعب دورا أمامك أو أن ترتدي قناعا. يمكنها أن تكون نفسها الحقيقية. وهذه الحرية في التعبير عن الذات هي أحد أكثر الأشياء جاذبيه بالنسبة للمراه. على المستوى الاجتماعي يلعب الإعجاب الاجتماعي دورا مهما. المراه حين ترى أن الآخرين يحترمونك ويقدرون وجودك وراءك يصبح ذلك عاملا مضافا يزيد من جاذبيتك في نظرها. الاحترام الاجتماعي يعزز الإعجاب الشخصي ويضيف إليه طبقة أخرى من الثقة. من الجوانب المهمة التي يجب أن نتطرق إليها هو الفرق بين الانجذاب الأولي والانجذاب العميق. الانجذاب الأولي يمكن أن يولد من شكل خارجي أو من موقف معين أو من كلمة ذكية. لكن الانجذاب العميق الذي يتحول إلى مشاعر حقيقية وأعمق من مجرد إحساس لحظي يبنى على شيء مختلف تماما. يبنى على التوافق الحقيقي بين الشخصيتين. على الاحترام المتبادل. على الثقة التي تتراكم مع الوقت.
على القدرة على الضحك معا والبكاء معا والمرور بتجارب مشتركة. الانجذاب الأولي هو باب الدخول، لكن الانجذاب العميق هو ما يجعل الإنسان يبقى ويرغب في الاستمرار. دعونا الآن نتحدث عن موضوع الثقة بالنفس وتأثيره على الجاذبية. هذا موضوع يستحق أن يناقش بعمق لأنه في صميم كل ما تحدثنا عنه. الثقة بالنفس الحقيقية لا تعني الغرور أو الادعاء. تعني الشعور بالراحة مع الذات. قبول نقاط الضعف والعمل على تطويرها دون أن تجعل هذه النقاط تسيطر على صوره الإنسان عن نفسه. تعني أن يكون الإنسان واضحا في قيمه وحدوده وأن يعرف ما يريد وما لا يريد. المرأة تشعر بالثقة الحقيقية عن الرجل بشكل فطري. يمكنها أن تميز بسهولة بين الثقة الحقيقية والغرور المصطنع أو الثقة الظاهرية التي تخفي خوفا داخليا. الثقة الحقيقية تجلب اطمئنانا لأنها تقول لها: هذا الشخص يعرف نفسه ومستقر مع ذاته، وهذا يجعله مصدر استقرار وأمان لمن حوله. الرجل الواثق من نفسه لا يحتاج إلى تأييد مستمر من الآخرين ليشعر بقيمته. لا يتأثر بشكل مبالغ فيه بكل ملاحظه ناقده. لا يغير قناعاته الأساسية بمجرد أن أحدا اختلف معه. هذا الاستقرار الداخلي هو من أكثر ما يجذب المرأة، لأنه يعطيها إحساسا بأن كأرضيه صلبه يمكن البناء عليها. في المقابل، عدم الثقة بالنفس يظهر في سلوكيات كثيرة تطرد الجاذبية بدلا من أن تبنيها. الحاجة المفرطة للتوييد. الخوف الدائم من الرفض. محاولة أثاره الغير بطرق مصطنعة. التخخر في اتخاذ القرارات البسيطة. الاعتذار المستمر عن وجودك وعن آرائك. كل هذه السلوكيات تكشف عن هشاشة داخلية تجعل المرأة تشعر بثقل عاطفي بدلا من أن تشعر بالاطمئنان. ومن الجوانب المهمة جدا في هذا الموضوع هو أن تعرف كيف تقرأ إشارات الرفض أيضا. لأنه بنفس القدر الذي تحتاج فيه إلى قراءه إشارات الانجذاب، تحتاج إلى قراءه إشارات الرفض أو التحفظ بوضوح ودون تجاهل أو إنكار. حين تبقي المرأة مسافة ثابتة ولا تقلصها مع الوقت. حين تكون ردودها قصيرة ومحايده باستمرار. حين تتجنب النظر المطول في عينيك. حين لا تحاول الحفاظ على التواصل حين يكاد ينقطع. حين لا تسال عن تفاصيل حياتك. حين لا تذكرك أمام أصدقائها. هذه كلها علامات واضحة على غياب الاهتمام الخاص. والتعامل معها بواقعي وهدوء دليل على نضج عاطفي حقيقي. الرجل الناضج عاطفيا يعرف كيف يقبل عدم الاهتمام برشاقه ودون دراما. لا يحاول الإصرار. لا يلوم. لا يغضب. يفهم أن الجاذبية لا تلتزم بالمنطق، وأن عدم انجذاب شخص ما إليك لا يعني أنك إقلي قيمه. يعني فقط أن هذا التوافق المحدد لم يحدث. وهذا الأمر طبيعي جدا في الحياة. دعونا نتكلم أيضا عن ظاهرة مهمة جدا في علم الجاذبية الإنسانية، وهي دور الغموض في تعزيز الجاذبية. الجاذبية لا تنشأ دائما من الوضوح التام. أحيانا الغموض الخفيف المقصود يضيف بعدا مشوقا يجعل الآخر يريد أن يكتشف أكثر. الإنسان يجذب انتباهه ما لا يفهمه كليا. ما يبدو فيه جوانب غير مكتشفه بعد. لكن الغموض هنا لا يعني التهرب أو إخفاء الشخصية الحقيقية. يعني الكشف عن نفسك بشكل تدريجي وممتع. أن تعطي من نفسك كل مرة زاوية جديدة تفتح شهية الآخر للتعمق أكثر. أن تكون مثيرا للاهتمام بما يكفي ليريد الآخر معرفتك أكثر. أن تكون لديك حياه غنيه ومتنوعه واهتمامات عديده تجعلك شخصا متعدد الأبعاد لا يمكن الإحاطة به بسهولة. الرجل الذي لا يكشف عن كل شيء في أول لقاء. الذي يحتفظ ببعض الأسرار والعمق لنفسه. الذي له مشاريعه وطموحاته وعالمه الخاص الذي يبدو ثريا وممتعا.
هذا الرجل يثير فضول المرأة ويجعلها تريد أن تعرف أكثر وأن تقترب أكثر. وفي هذا السياق نتكلم أيضا عن أهمية استقلالية. الرجل المستقل الذي له حياته الخاصة وأهدافه وطموحاته ولا يعتمد عاطفيا اعتمادا كليا على شخص آخر يكون بطبيعة الحال أكثر جاذبيه من الرجل الذي تبدو حياته فارغة يحتاج إلى من يملاها. المرأة تريد أن تكون أضافه إلى حياه ممتله ومتوازنه وليس ترقيع لفراغ. الآن دعونا نتحدث عن الجانب الأكثر حساسية، وهو الحدود الأخلاقية في قراءه إشارات الجاذبية والتعامل معها. مهما كانت الإشارات واضحة ومتكرره، يجب أن يبقى الاحترام هو القاعدة الأساسية لكل تعامل. لا يكفي أن تقرأ الإشارات الصحيحة ثم تتصرف بطريقه لا تحترم خصوصيه الآخر وحدوده. الاهتمام الحقيقي يصاحبه دائما الاحترام الحقيقي. الاحترام لاختيارات الآخر، الاحترام لتوقيته، الاحترام لحقه في التراجع عن اهتمامه في أي لحظة دون أن يتعرض لضغط أو اتهام. التعامل مع إشارات الانجذاب باحترام يعني أنك تفهم أن هذه الإشارات ليست عقدا ملزما. المرأة التي تبدي اهتماما اليوم قد تغير رأيها غدا، وهذا حقها الكامل. الاهتمام بشخص ما لا يعني التنازل عن حق الاختيار الحر في أي لحظة. ومن يفهم ذلك ويتعامل معه بهدوء ونضج يكون في الواقع أكثر جاذبيه، لأنه يثبت أنه إنسان ناضج ومتزن يمكن الثقة به. الآن وقد تحدثنا بعمق وتفصيل عن علامات الانجذاب الأنثوي وأسرار لغة الجسد ونصائح التعامل الذكي معها، دعونا نختم بفكره جوهرية مهمة جدا. فهم الجاذبية الإنسانية ليس هدفا بحد ذاته. الهدف الأعمق هو بناء علاقات إنسانية حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل والتواصل الصادق والقبول الحقيقي. الإشارات والعلامات التي تحدثنا عنها اليوم هي أدوات لفهم الآخر بشكل أعمق، وليست أدوات للتلاعب أو استغلال مشاعره. الرجل الذي يسعى إلى فهم الجاذبية فهما حقيقيا لا يبحث عن طريقه لإيقاع المرأة. هو يبحث عن طريقه لبناء علاقة نابعه من التوافق الحقيقي والاهتمام المتبادل. يبحث عن طريقه ليكون نفسه الأفضل وليفهم الآخرين بشكل أعمق وليبني جسور تواصل حقيقية ومستدامة. في نهاية المطاف الجاذبية الحقيقية الدائمة تنبع من الآله، من كون كأنة الحقيقي، من امتلاك قيم واضحة وحياه ممتلئ واحترام عميق للذات وللآخر. هذه الأشياء لا تحتاج إلى تعلم إشارات خاصة. هي تصدر بشكل طبيعي عن الإنسان حين يكون في حالته الأفضل. المرأة الصحيحة ستلاحظك وستشعر بجاذبيتك حين تكون نفسك الحقيقي المتطور الواثق المحترم. لا حاجة إلى تمثيل أو إلى أدوار مصطنعة. الآله هي المغناطيس الأقوى في عالم الجاذبية الإنسانية. شكرا لكم جميعا على هذه الرحلة الطويلة والعميقة التي خضناها معا اليوم في عالم الجاذبية الإنسانية وأسرار لغة الجسد وعلم النفس الأنثوي. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أضاف لكم فهما جديدا ومختلفا وأعمق لطبيعة التواصل الإنساني ولغة المشاعر التي يتبادلها البشر من حولنا. إذا أعجبكم هذا المحتوى فلا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. وشاركوا هذا الفيديو مع من تظنون أنه سيستفيد منه. كل تعليق وكل مشاركة وكل اشتراك يدعمنا في الاستمرار وفي تقديم محتوى أعمق وأكثر فائدة. ولا تنسوا أن تتركوا أسئلتكم وأفكاركم في قسم التعليقات. نقرأ كل التعليقات ونحاول أن نرد على أكبر عدد ممكن. قناتكم هيستوريا موجودة من أجلكم ومن أجل أن نخوض معا رحلات أعمق في فهم النفس البشرية وأسرار عالمنا من حولنا. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. دمتم بخير ودمتم في رعاية الله.